حيرة كل الأمهات في البيوت، هنعمل غدا إيه؟ مش عارفة أعمل إيه أكل النهارده، تقعدي تفكري وتحتاري ومش عارفة تعملي إيه لولادِك. طبعًا أنا كنت زيكم قاعدة كده مش عارفة هاعمل إيه، وقاعدة محتارة، وفي الآخر خالص قعدت أفكر، 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 رُحت داخلة بسرعة على التلاجة بتاعتي، وقُلت هاشوف التلاجة فيها إيه، وأول ما ألاقي أي حاجة في التلاجة هاطلعها أعملها النهارده، لإن أنا خلاص تعبت وزهقت من كل يوم هاعمل أكل إيه. دخلت على التلاجة بسرعة لقيت فيها الكيس ده، طب يا ربي الكيس ده فيه إيه؟ الكيس ده فيه إيه؟ إيه اللي هنعمله فيه؟ تعالوا نفتح الكيس مع بعض كده ونشوف إيه اللي موجود في الكيس وإيه اللي هنعمله. فتحت الكيس فيه الكيس كده لقيت فيه من خيرات الله، لقيت بقى فيه كده حتتين كده من الفشة ومن الطحال حتة صغيرة كده بس كان كله فشة يعني، فقُلت طب إيه المشكلة يعني؟ أنا هاخد بقى الكيس دوّة وأعمله حاجة حلوة لولادي. طب المشكلة الأولاد وأولادنا كلنا كتير منهم أوي ما بيحبوش ياكلوا الفشة، لأ إحنا هنعمل الفشة النهارده بطريقة حلوة أوي، أوي. الفشة النهارده هنعملها وهنضبطها وهنخلّي ولادنا ياكلوها وهيعتبروها إن هي كبدة مش فشة من كتر حلاوتها وطعمتها. هتعمليها إزاي؟ هنعملها وهاوريكم الطريقة وولادكم هيحبوها جدًا، وهتكون طريقتِك إن شاء الله المفضلة. طبعًا قبل أي حاجة خدت الفِشّة بتاعتي كده اللي كانت موجودة في الكيس، وخدت حتّة الطحال الصغيّرة ديّة، وقُلت هاغسلهم غسلة كويسة جدًا، بس أهم حاجة ما تحطّيش الطحال قبل ما يتغسل مع الفِشّة، عشان الطحال الزفارة بتاعته بتبقى أعلى شوية. قُلت هاخدهم كده مع بعض وكده وهاغسلهم غسيل يعني مُبرِح، اغسليهم كذا مرّة كذا شطفة كده، طلّعي كل اللي فيهم، هي ما شاء الله عامةً كانت نضيفة وحلوة، بس برضه لابد تاني تحت المَيّة الجارية كده واغسليهم كتير أوي، وبعد كده هتحطيهم في محلول نقع وتسيبيهم فترة كده لحد ما تتأكدي إن هُم كده بقوا تمام. طبعًا زي ما أنتم شايفين مشغّلة عليهم المَيّة وقعدت أغسل فيهم كذا مرّة لحد ما بقوا معايا تمام. الحاجة ديّة بالذات كل حلويات المطبخ عمومًا كل ما تغسليها كويس وتحطيها في محلول نقع كويس بتاخدي منها أحلى نتيجة. الفشة دي أنا كمان ما كنتش باكلها، بس من بعد ما بدأت أغيّر في طريقتها، بجد بقيت باعشقها. إن شاء الله بإذن الله بالطريقة دي كل ولادِك هيعشقوها، وكل اللي هيدوقها هيقول لِك اعملي لنا منها باستمرار. طبعًا أهم حاجة حطيت مَيّة على النار زي ما أنتم شايفين كده، وبدأت أنزل بالخضار بتاعي بصلتين كده محترمين، ومعاهم جزراية، ورق لوري، طبعًا حبهان، قرفة، وطبعًا حطي معاكِ فصين من التوم. صدقيني فصّين التوم دول بيحوشوا الزفارة تمامًا، حُطّي فصّين التوم دول وهتدعي لي، سواء للفراخ أو أي لحوم بتسويها بجد، بجد بيفرقوا جدًا في الطعم. طبعًا حطيت زي ما أنتم شايفين كده، وأول ما هالاقي كده بالغليان، أول ما ألاقيها هتغلي هابدأ أحوش كده الريم، أخلّيني باستمرار متابعة الريم اللي على الوش ده، ما اخلّيهوش خالص باستمرار كده أحوش الريم اللي على الوش ده. أول بقى أسيبها بقى براحتها خالص، لإن هي بتحب السِوَى، أول ما تستوي كده وأعرف إن هي استوت وبقت تمام، هابدأ بقى إن أنا أرفعها من على النار. أهم حاجة تابعي الريم زي ما قُلت لِك كده، وامشي بالخطوات اللي هاقول لِك عليها، صدقيني هتاكلي طبق فِشّة محترم. حُشت بقى الريم زي ما أنتم شايفين كده وهاسيبها تستوي براحتها خالص، طبعًا كانت خلاص استوت، وطبعًا أهم حاجة تسيبيها تبرد تمامًا عشان تعرفي تقطّعيها، سيبيها تبرد تمامًا. سِبتها بقى كده لمّا خرّجتها حُشتها كده من الشوربة بتاعتها وحطيتها في مصفى وسِبتها لمّا بردت، حُشت منها جزء بسيط كده حطيته في الفريزر لإن كانت كتير مش محتاجاها كلّها، وبدأت جِبتها بقى دلوقتي وهابدأ أقطّعها. طبعًا دي كانت القطعة بتاعة اللي هي الطحال بيبقى عليه قشرة من على الوش كده، طبعًا دي باحوشها. بدأت زي ما أنتم شايفين كده يا حبايبي، هابدأ بقى أقطّع الطحال زي ما أنتم شايفين، وطبعًا معايا برضه الفِشّة برضه هاقطّعها، قطّعيها كده يعني القطع شرايح كده بتبقى حلوة أوي، شكلها بيبقى جميل وطعمها بيبقى أحلى. وطبعًا هاقطّعه كلّه كده بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده، وطبعًا عندي حتّة من الليّة كده حلوة بتدّي ريحة حلوة أوي، 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 يا ريت تكون موجودة عندِك. طب لو أنا ما عنديش ليّة، حُطّي معلقة سمنة بلدي هتدّيكِ نفس الغرض وهتدّيكِ نفس الطعم. بس طبعًا أنا كان موجود عندي الليّة فحبيت أحطّها، لإن أنا باحب الليّة جدًا في حلويات المدبح ديّة لمّا باكون ناوية أعملها. قطّعت طبعًا كلّه زي ما أنتم شايفين كده، وطبعًا معايا برضه حوالي بصلتين كبار كده قطّعتهم جوانح، ومعايا فلفل برضه قطّعته، وطبعًا لو عندِك فلفل ألوان، بس أنا بصراحة ما كانش عندي. على النار بقى كده وهابدأ بقى إن أنا أحُط الصينية بتاعتي على النار، وهاحُط طبعًا هانزل بالليّة الأول وأحُط عليها بس معلقة من الزيت كده، وهابدأ أقلِّب لمّا الليّة اللي عندي تسيح خالص.
أول ما تبدأ تسيح بقى زي ما أنتم شايفينها كده، عايزة بقى تحوشي القشيم أو زي ما بتقولوا عليه عندكم، ما أعرفش بتقولوا عليه القشيم والّا إيه، بس إحنا بنقول عليه القشيم هنا. لو عايزة تحوشيه حوشيه، مش عايزة تحوشيه خلّيه زي ما هو، بيدّي طعم حلو جدًا، لو أنتِ حسب ما بتكوني بتاكليه أو لأ. طبعًا زي ما أنتم شايفين خلاص هو كان بدأ نزّل اللي فيه كلّه واللون بتاعه بدأ بقى يصفر كده، فطبعًا هاركنه بقى كده على جنب وهانزل عندي بالفشة اللي موجودة كلّها. نزلت بقى بالفشة زي ما أنتم شايفين يا حبايبي كده، وهابدأ بقى أقلِّب فيها لحد بقى ما أنا عايزاها كده إيه، عايزة أشوّحها تشويحة حلوة كده وريحتها الجميلة بتاعتها يعني الريحة تطلع كده. طيب هتحطّي لها إيه بقى دلوقتي، طبعًا هافتح كده في النُص وهاحط لها معلقة من التوم، حتّة التوم دي بتخلّي ريحة البيت تحفة، وبتخلّي ريحة الفشة تروح في حتّة تانية. هافضل أقلِّب فيها كده لحد ما أتأكد إن ريحة التوم طلعت وأنا باقلِّب كده، وبعد كده هانزل بباقي الخضار. طبعًا إيدِك فيها في الأول بتعلّي النار، وبعد كده بتروحي مهدية النار عليها عشان تبدأ تتحمّر براحتها معاكِ. طبعًا كانت النار هادية، نزلت خلاص كده أول ما عرفت إن التوم خلاص ريحته طلعت، هابدأ أنزل بباقي الخضار اللي عندي. طبعًا أنا ما كانش عندي غير بصل وفلفل أخضر بس، لو عندِك فلفل ألوان حُطّي، بس ما تحطّيش طماطم، لإن الطماطم في الوصفة دي بتبقى مش حلوة خالص، بتطرّيها كده وبتبقى طعمها مش حلو، ما تحطّيش طماطم إطلاقًا. طبعًا هاقلِّب كده زي ما أنتم شايفين، هافضل أقلِّب فيها كده، أنا مش عايزة البصلة يعني أنا عايزة البصلة مش عايزاها تتدبِّل، أنا عايزة البصلة تبقى مقرقشة كده بسيط، بس هاسيبها بس لحد ما لونها يغيّر حاجة بسيطة خالص، وبعد كده هارفعها من على النار. طبعًا باقلِّب فيها كده علشان عايزة الكلام الحلو ده والريحة تطلع كده، وكل الكلام الحلو ده كده يشرب من بعضه. هانزل بقى دلوقتي معايا بالتوابل بتاعتي، حطيت طبعًا الملح واضبطيه، وهاحط معلقة من بهارات اللحمة، وهاحط طبعًا فلفل أسود ومعلقة من الكمون، وكده رضا الحمد لله. هاقلِّب بقى كده معايا وهافضل برضه أقلِّب كده فيها، وبعد كده هاغطّيها وهاسيبها بقى لمّا تبدأ كده تشرب من بعضها، وريحة التوابل مع التوم والبصل والكلام الجميل ده كده يشرب من بعضه، وبعد كده هنبدأ نقدّمها إن شاء الله. شوفوا الجمال بقى والحلاوة، شايفين بقى منظرها عاملة إزاي وبدأت كده تتحمّر معايا وتبقى جميلة؟ بصراحة حاجة جميلة جدًا، جدًا. أنا باحب الحاجات دي كلّها أعملها هنا في البيت، لإني طبعًا نضافتها أنتِ اللي شايفاها، وأنتِ اللي عاملة كل حاجة تحت إيدِك، فبتاكلي الحاجة بجد بنِفس. طبعًا غطيتها زي ما وريتها لكم، ودلوقتي كانت خلاص بسم الله تبارك الرحمن معايا، هو ده النتيجة المطلوبة اللي أنا عايزاها، حاجة كده قمر ما شاء الله. هادّي لها بقى تقليبتين كده، وقبل طبعًا ما ارفعها من على النار، شايفين بقى الجمال والحلاوة، تعالوا، 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 قرّبوا، قرّبوا كمان قرّبوا، شمّوا بقى، شامين، شايفين، حاسين؟ طب حطّوا لي لايك. والله حاجة كده بتتكلم عن نفسها، ما شاء الله الريحة كانت فاتحين مصمت في البيت يا جماعة. خلاص بقى كنت طفيت النار عليها، تعالوا بقى نقدّم كده في طبق التقديم بتاعنا. طبعًا زي ما إحنا متفقين دايمًا إن العين بتاكل قبل الفم، فلازم الحاجة بتاعتنا نحطها بشكل حلو، بتطلع معاكِ كده يعني منظر الحاجة بيخلّيكِ عايزة تاكليها. طبعًا هنا نزّلنا بقى كده الفشة بتاعتنا بسم الله ما شاء الله زي الفل معايا، شكّلي بقى زي ما أنتِ عايزة، واعملي أحلى طبق فشة كده تاكليه، وهيبقى بالهنا والشفا، اللي في البيت كلّهم هيدعوا لِك عليه، وهيقولوا لِك سلِّم إيديكِ الحلوة. والله بجد حاجة جميلة، جميلة، باتمنى إن الوصفة بتاعتي دي تعجبكم، مستوية ومحمّرة وجميلة جدًا، ولادِك هيعشقوها لو مش بياكلوها هيعشقوها، ممكن تعملي جنبها مكرونة، ممكن تعمليها ساندوتشات، بجد بتبقى معاكِ تحفة، شكّلي في أكلِك ولادِك هياكلوه، مش هيسيبوا منّه حاجة أبدًا، وصدّقيني كل ما هتعملي الحاجة وأنتِ راضية عنها كده ومسمية الله ومصلية على رسول الله، صدّقيني هتبُصّي تلاقي الحاجة طالعة من إيديكِ بجد، بجد زي الفل، باتمنى إنها الوصفة بتاعتي تعجبكم، ولايكات من إيديكم الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.